تتخيل يكون في طفل مات من 3000 سنة ولما لقوا مقبرته العالم كله اتجنن؟ تفتكر ليه مقبرة توت عنخ آمون كانت أخطر اكتشاف أثري في التاريخ؟ توت عنخ آمون الملك الصغير اللي حكم مصر وهو عنده 9 سنين بس، وعلى قد ما حكمه كان قصير إلا إن مقبرته عملت ضجة عالمية أكبر من أي ملك تاني. القصة بدأت سنة 1922 لما رجل آثار إنجليزي اسمه كارتر كان بيحفر في وادي الملوك، والناس كانت بتقول إن المنطقة دي خلصت وإن مفيش حاجة تاني تتلاقى، لكن كارتر صمم إنه يكمل الرحلة ويدور على حاجة ممكن ما يكونش حد مسها. وفي يوم وهو بيشيل التراب لقى سلم صغير وظهر عليه ختم فرعوني ما شافهوش قبل كده. فتح الباب وبص من فتحة صغيرة وقال جملته الشهيرة: نعم أرى أشياء رائعة. المنظر جوه المقبرة كانت جنان، تماثيل، عرش، عربيات حربية، صندوق ذهبي، وأكتر من 5000 قطعة أثرية، وكل ده سليم زي ما هو. وده ليه؟ لأن مقبرة توت عنخ آمون كانت من المقابر القليلة اللي محدش عارف يسرقها، لكن اللي خلى العالم يرتعش هو القناع الذهبي، قطعة وزنها أكتر من 10 كيلو ذهب نقي مصنوعة بدقة خرافية، وبتبين قد إيه المصريين كانوا عباقرة في الصناعة. ومن يومها برضو بدأت حكاية لعنة الفراعنة بعد وفاة ناس من فريق الاكتشاف، والإعلام زودها وقال إن اللي يفتح المقبرة بيصيبه غضب الملك، مع إن العلماء بيقولوا إنها مجرد عدوى أو ظروف صحية. ولكن الغموض لسه موجود، خاصة إن الملك توت نفسه مات فجأة، فهل كانت مؤامرة ولا مرض ولا حادثة؟ لحد النهاردة ده واحد من أكبر الألغاز اللي في التاريخ، لكن اللي محدش يقدر يختلف عليه إن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون خلى العالم كله يبص لنا ويقول: مصر بلد الأسرار اللي عمرها ما بتخلص.